السلام عليكم. عندما تم إيقاف الخطوط الجوية العراقية من الطيران إلى أوروبا، اجى مجلس النواب سواله هوسة كاذبة، وجاب وزارة النقل. ووزارة النقل قالت أنه طيار مدخن بالكابينة، وهذه مؤامرة على شركة الخطوط الجوية العراقية. وانتهى الموضوع، لأنه الكل نايم. الحكومة حكومة التسويف اللي تعتقد هذا تذاكي، يعني أن تغلس على الملفات الكبيرة. يعتقد رئيس الحكومة هذا ذكاء، لكن المؤامرة الحقيقية مو هنا. المؤامرة الحقيقية من تجي 12 طيارة بوينغ جديدة وتنوموها بالشارع، تبقى على المدرج. هاي المؤامرة الحقيقية. ليش؟ لأنه هذه الطائرات حتى عندما تكون في مخازنها، طبعا احنا ما عندنا مخازن إلها، حتى عندما تكون على المدرج فإنها تحتاج إلى إدامة وإلى صيانة دورية. طبعا الجماعة يستفادون من هذا الموضوع، لأنه بعدين الإدامة والصيانة اللي تصير بمصر أو في تركيا هذه كلها بيها فلوس. بعد أن تجي الطيارات يدزون كادر إلى القاهرة حتى نبقى بهذا نزيف الفلوس. ما يعرفون يدزون الكوادر تتدرب وبعدين تجي، لأنه العراق متعاقد على 45 طائرة بوينغ وهو ما عنده كوادر. وليش يجيب كوادر؟ بالأساس دا يجيب من جمهورية مصر العربية طيارين. أيضا لازم نبحث بهذا الملف. ليش؟ الطيار العراقي راتبه 3 ملايين دينار عراقي. الزين زين، والكفوء كفوء، والمستقل مستقل. اللي هزموه هزموه، واللي طردوه طردوه، واللي حاربوه حاربوه، حتى يجيبون طيارين آخرين. في شهر نوفمبر 2015 اجور الطيارين العرب طلعت 285 ألف دولار، أكثر من $250,000 فقط لشهر نوفمبر 2015. والطيار العراقي ياخذ 3 مليون دينار عراقي فقط. ما أثار انتباهي هو أنه فعلا هناك مؤامرة على الناقل الوطني. فعلا أكو مؤامرة لإفلاس الخطوط الجوية العراقية. يا حكومة، يا برلمان، يا مجلس النواب، هناك مؤامرة حقيقية. شلون تذكرة الخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى اسطنبول إلى بغداد $563. جيد. الخطوط التركية بغداد اسطنبول بغداد $372. فلاي بغداد، هاي الشركة اللي طلعت لنا مدري منين من العدم، وعندي وثيقة هسه راح نتحدث عنها، $329 من العراقية 563، التركية 372، فلاي بغداد $329. وهي شركة ما عندها طائرات، عندها طيارة واحدة أيضا صفقة قديمة CRG 900 اللي صار عليها ملف فساد والطمطم. عندهم طيارة واحدة. زين، إذا أنت تأجر طيارات شلون تذكرتك أرخص من الناقل الوطني اللي عنده طيارات؟ وطبعا لازم الناس تروح على فلاي بغداد حتى تقعد على الرنقات الخطوط الجوية العراقية، وحتى تنباع 80 أو 85 طائرة بوينغ حديثة بعد أن تفلس، حتى يجون المتنفذين حتى ياخذوها. هذا موضوع. الموضوع الثاني، عندي شهادة تأسيس شركة. بالمناسبة إذا تريد تأسس شركة درجة أولى للمقاولات، لازم في عقد التأسيس عندك 5 مليار دينار عراقي. هذا إذا تريد تأسس شركة، تبني مدارس وتسوي طرق. فكيف بشركة خطوط جوية طيران جديد؟ هذا عقد تأسيس فلاي بغداد، راح تلقوه على موقع الغد بريس وعلى صفحتي الرسمية. فلاي بغداد للطيران محدودة المسؤولية، شركة مساهمة. المبلغ اللي محطوط بهذه الشركة 1,500,000,000 دينار. شركة طيران المفروض عندها طيارات واسطول طيارات وتفتح لها كاونترات وتروح لكل العالم. 1,500,000,000 دينار، يعني أكثر من $1,000,000 بشوية. طيب، وما عندها طيارات. الشركة تأسست وفقا لصلاحياتي مسجلة للشركات رقم 21 سنة 97. المعدل كتب بغداد يوم 8 شهر ربيع الأول 1436. هذا راح تلقوه منشور. أكثر من $1,000,000 بقليل. شركة طيران عملاقة تريد تنافس، وراح تنافس وراح تكسر
الخطوط الجوية العراقية اللي اكو مخطط جزء من الخصخصة ان تروح هذا الناقل الوطني العملاق اللي ما يرتبط بأي نظام، دا يحطموه شوية شوية. ارجع اقول في مجلس النواب الشرفاء اذا اكو شرفاء، في الحكومة الشرفاء اذا اكو شرفاء، ينتبهوا لهاي المسألة. خلينا نتحرك. عملية مثل هذه ممكن ان تسقط حكومات برا، ربع مثل هذه التفاصيل تسقط حكومات. شبيكم نايمين؟ اللي غارق في جهله، واللي غارق في حزبيته، كل ما تحكي يصيح لك فلان تاج راسك، واللي غارق في فساده. الخطوط الجويه العراقيه للمره المليون وفق هاي المعطيات راح تضيع، راح يضيعوها. اصحى، اقعد من النوم.